مبروك التأهل للمنتخب المغربي لنهائي كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية. ألف مليون مبروك لأسود الأطلس. لقد فعلها الأسود في مباراة حارقة أمام فرنسا في نصف نهائي ليضرب نهائي قوي أمام الأرجنتين أو كولومبيا في مباراة التي سينتظرها الجميع على منتصف الليل هذه الليلة. مبروك أسود الأطلس هذه المباراة الحارقة أداء ونتيجة. مبروك ومليون مبروك وبرافو وهبي وليداته. قدموا واحد المباراة رائعة وخرافية أمام المنتخب الفرنسي. بصراحة برافو الوليدات، برافو 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 برافو. ألف مبروك وألف مليون مبروك. تأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية ضمن منافسات كأس العالم للشباب، وإن شاء الله التتويج بهذا اللقب العالمي ويكون أول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية. إن شاء الله تتويج يستحقون الأسود كأس العالم بكل صراحة بعدما شاهدنا هذه المباراة العالمية أمام المنتخب الفرنسي العنيد. برافو وهبي، برافو الدراري. شفنا المنتخب المغربي فعل المعجزات في كأس العالم، فوز على منتخبات عالمية، فاز على المنتخب الإسباني والمنتخب البرازيلي ومنتخب كوريا الجنوبية والفوز على أمريكا ب3. وشاهدنا اليوم سحق المنتخب الفرنسي في نصف نهائي وتأهل إلى النهائي. اللي يبقى معنا حتى اللحظة وفرحان بفوز المنتخب المغربي يكتب لنا في التعليق ألف مبروك، مليون مبروك لأسود الأطلس. مبروك 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 الأشبال، شرفتونا يا أشبال، والله شرفتونا في هذا المونديال. مليون مبروك، والله شرفتينا يا إطار الوطني الخلوق وهبي. شاهدنا الفرحة هستيرية للاعبين المغاربة والمدرب. مليون مبروك، وكل المغاربة كنقول لكم مليون مبروك بهذا التأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب أول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية. بصراحة مندهشين بهذا الانتصار الرائع أمام فرنسا. بصراحة فعلها الأشبال، فعلها الأشبال، فعلها الأشبال. وتحيتي للجميع وتحيتي للجميع وتحيتي للجميع وتحيتي للإطار الوطني وهبي. بصراحة إنجاز عالمي في مونديال الشباب. الأسود كشرت على الأنياب في هذا المونديال، والله كشرت على الأنياب. مبروك والله مبروك، ونقدروا نقولوا ملايين مبروك لأسود الأطلس على هذا الإنجاز التاريخي لكرة القدم المغربية كأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية يتأهل إلى نهائي المونديال ليضرب إن شاء الله موعدا هذه الليلة إما مع الأرجنتين أو كولومبيا. ننتظر المباراة اللي غتجرى اليوم مع 11 توقيت غرينيتش منتصف الليل توقيت المغربي، الثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة. الأرجنتين كولومبيا. ننتظروا هذه المباراة ونشوفوا الفائز ونشوفوا الخصم ديالنا في النهائي ديال كأس العالم. كل التوفيق لأسود الأطلس وإن شاء الله اللقب من نصيب المنتخب المغربي. والسلام عليكم ورحمة الله.